السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبيب قلبي اللي أول مرة يشوف القناة ما ينسوش باشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو يا جماعة، فضلا من حضراتكم الحساب. بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يكبر خواطركم ويرزقكم، اللهم امين يا رب العالمين. صباح جديد، يوم جديد، طاقة إيجابية جديدة. شايفين الحيوان بتاعنا جعان هنا ولا إيه؟ هات يا ناس هات الحيوان جعان ازاي. تعالوا يلا، تعالوا تعالوا. امال يا واد يا نصر، امال فين ذكر البط التاني يا ولد؟ ذكر البط التاني فين؟ ربنا يستر. الحمد لله اهو. كنت خايفة عليه يا ولاد علشان اللهم صل على محمد، انا جايبه لهم صدفة اهو، لان كانوا باكلوا البيض، يعني. فاجي دلوقتي اهو يلا واخده لهم عليقة. ما شاء الله لا قوة الا بالله، ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. رزق هو ربنا بعتهولنا، ما شاء الله ما شاء الله. الحمد لله، نعمة ربنا يديمها علينا يا رب ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. عندي بقول لاحمد ابني تعالى معايا يا احمد، ما هوش راضي، يعني اللي عنده الطيور عايز يتنضف، بس انا مش هنضف يا جماعه إلا لما ايه، اللهم صل على محمد، مش هنضف الا لما انضف، يعني انضف طيوري وكده. قالوا كده نشوف هنا البط باض ولا حاجه، لا ما فيش. عايزه انضف الوزه دهيت وذكر الوز. بتعمل ايه يا صاص؟ بتعمل الوزه، ما تخافش. هسقي بقى وهم جايه لكم. اوعي يا ناصر، تبلي نفسك يا ناصر. ها كده ده السيرش اهوت، مستنيه لما ياكل العلف، وبعدين اعمل مستنيه من الجردل ده اهو. هذا البيض حطيته هنا. البيضة البلد على فكرة يا جماعة يعني حلوة في البيت ما شاء الله. هجيب ده بقى كده علشان ايه، انا عايزة اللهم صل على محمد وعلى آله. اهو يا جماعة دي جبته هنا علشان ايه، اللهم صل على محمد واشر فيه. يلا بقى بس يا صاص. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا شفيعي يا رسول الله. حبايب قلبي اللي أول مرة يشوفوا القناة ما ينسوش اشتراك وتفعيل زر الجرس وتعملوا لي لايك للفيديو، فضلا طبعا من حضراتكم وليس أمرا. ربنا يرزق كل مشتاق بما يشتاق، ويرزق كل أب يا رب برزق عياله ما يكسروش قدام عياله أبدا، اللهم آمين يا رب العالمين. طبعا بعد ما علفنا طيورنا وحبيت ان انا انزل لكم صوت الطيور بالمقطع بتاعه بصوته بكده، علشان حبايبي ومتابعين اللي بيحبوا ايه الاجواء دي يا جماعه. تمام. وجيت بقى كان ولادي اتوكلوا على الله راحوا مدارسهم، ربنا يجيبهم بالسلامه يا رب ويفديهم في طريقهم هم وولاد المسلمين اجمع، اللهم امين يا رب العالمين. جيت بقى قلت لما افطر عملت لي عملت الرغيفين العيش دول يا جماعه. انا ايه بصوا حمصتهم على النار يعني تمام، والطعميه اللي فاضت من ولادي وكان فايض منهم بيضه وكده، وعملت لي كوبايه شاي، وقلت لما اقعد بقى افطر. والقله بتاعتنا كده بتاعت بنتي ملك كده جميله يا جماعه، والله العظيم القله دي شربها يعني حاجه حلوه خالص. ان شاء الله انا حابه لما اطلع فوق، يعني لما اطلع فوق دي يا جماعه، لما انا نبقى اسافر يعني اروح اولاد صقر وكده، هجيب منها علشان ايه نشرب منهم. تمام. ده بتاع الدولسة يا جماعة، ربنا يرزقه يا رب برزق عيال، اللهم امين. كده انا فطرت الحمد لله، ربنا يديمها علينا نعمة يا رب ويحفظها من الزوال. وقلت ايه بقى وانا قاعدة كده،
يعني بصوا يا جماعه بقلب في اليوتيوب برضو، ما يعني عماله اقلب كده، فقلت ايه لما اجيب الكوسه بتاعتي واقورها بالمره، بما اني كده كده محدش هنا والعيال هيجوا متاخرين، فانا اعمل لهم النهارده الكوسه ديت. احنا عندنا زي ما حضراتكم عارفين ان انا كنت بروح سوق الخميس، فلما بروح سوق الخميس بجيب حاجه المحشي بتاعه الجمعه. الجمعه افضل حاجه ان انت تعملي محشي، وامرار بنجيب سمك يا جماعه، يعني مره كده ومره كده. فقلت بقى لما اجيب الكوسه دي واقورها كده وانا قاعده واطلع الفراخ تفك، وفعلا قعدت زي ما حضراتكم شايفين كده ادندن فيها، علشان قلت ايه لما ادخل اروق المطبخ اكون قورت الكوسه وخلصت اقشر البصل والم قشر البصل وتقوير الكوسه والكلام ده، واخده معايا في علفة الطيور تاني. تمام. كان عندي طبعا ورق عنب انا جايباه من السوق اللي قبل اللي فات زي ما حضراتكم شايفين. كنت عملت الخلطة وفضل حشيت الكوسة طبعا، وفضل ايه يا حبايبي، فضل رز خلطة من خلطة المحشي. فقلت لولادي بقى لبناتي بقى اقعدوا اعملوا ورق العنب، لان انا طبعا ما بعرفش احشي. مش بتعرفي ليه يا رفية؟ والله لو قعدت وتنيت فيه هحشيه يا جماعه، انما انا ما بعرفش احشيه بصراحه. ورق العنب اللي بيحشيه بناتي وبيحشوه ما شاء الله 10/10. البنتين قعدوا عليه، كانوا يجوا بقى من دروسهم وكده، وقلت لهم اقعدوا عليه، قالوا يا ماما مش. قلت لهم لا انا خلاص حشيت الكوسه وحطها على البوتاجاز واحط الفراخ وهغسل، انا ماليش دعوه بورق العنب ده شغلتكم انتوا وانتوا حرين فيه. وفعلا يا جماعه حشوه ما شاء الله ولا قوه الا بالله. قالوا يا ماما انت عايزه كام سطر في الحله؟ قلت لهم لا ده انت هتفضلوا تحشوا فيه لعند الخلطه بتاعه الرز ديت ما تخلص، مش ههدر منها حاجه. وفعلا ده اللي حصل يا جماعه. وحشوه ولعت عليه، كنت انا غسلت الهدوم وهم بيحشوا ونشرتها، وعملت الكوسه وولعت عليها على البوتاجاز، وقمت جايه حطاها في الصينيه ونازله عليها بنوايب الفراخ، بالفراخ يعني، وقمت مدخلها الفرن زي ما حضراتكم شايفين كده. اخدت لون بس ما انا مسويها على البوتاجاز، اخدت لون بس. وجينا طلعنا غرفنا واتغدينا. اتمنى ان انتوا تشيروا الفيديو، لو انت معايا في الفيديو اللي عندي دلوقتي اتمنى ان انتوا تشيروه وتعملوا له لايك للفيديو، فضلا طبعا من حضراتكم وليس امرا. بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، وما تحرمش منكم ابدا ولا كل اللي بيكتب لي تعليق. وشدوا حيلكم معايا في المشاهدات يا جماعه، لان المشاهدات تعبانه خالص. عملت شويه الشوربه حطيت فيهم شعريه. طب حاطه في شوربه شعريه ليه يا رفيه؟ ما حطيتيش لسان عصفور ليه؟ ما حطيتش يا جماعه لسان عصفور، والله ما كانش متاح عندي، وانا اللي متاح عندي بمشي بيه. يعني مش شرط ان انا نادى على ابني وتعالى يا ابني وما اعرفش ايه، وما كانش موجود اصلا ساعتها. فقلت انا اللي عندي همشي بقى عشان ابن الصغير معايا عيل صغير. وقمت غرفت زي ما حضراتكم شايفين، عملت لحمايه وحمايه الصينيه بتاعتهم ونزلتها. بنتي نزلت بيها لان حمايه ما بقدرش يطلع فوق، وانا وعيالي غرفنا زي ما حضراتكم شايفين كده، وقعدنا اتغدينا وتفضلوا معانا. وربنا يديمها علينا نعمة يا رب، ويحفظها من الزوال، اللهم امين يا رب العالمين. ويديم الستر في بيوتنا وبيوتكم وبيوت الناس اجمع، ويفك كرب كل مسلم على وجه الارض، يفك كرب كل انسان على وجه الارض يا جماعة، في كرب كل مكروب يا رب، ويرزق كل مشتاق بما يشتاق. بحبكم جدا جدا في الله، ربنا يديمكم نعمة في حياتي يا رب، ويكبر خواطركم ويرضيكم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.